عليكم مرحبا بكم معي في حلقة جديدة من مسلسل حكايتي. حلقة يوم الخميس. هاد الحلقة اللي غادي نشوفوا فيها منار اللي غادي تفقد الوعي في المكان ديال العمل ديالها بسبب التعب وقلة الأكل، وخديجة اللي غادي تطلب من الزوج ديالها عمر باش انه ما يبقاش يجبد الاسم ديال منار ولا الاولاد ديالها في هذا المنزل. قالت لي حنا كاينين غير 3 ديال الاشخاص، وفي نفس الوقت غادي نشوفوا النظرات ديال عارف تغيروا تجاه منار ولا كيشوف فيها بكل حب. وبلا ما نطول عليكم وندخلوا في تفاصيل الحلقه، البداية غادي تكون مع منار اللي بقى كيتسناها عارف. تدخلت الاولاد للمدرسه وطلب منها باش تركب يوصلها المكان ديال العمل ديالها. قال لها هذيك هي طريقي. المهم وصلها، والصديقه ديالها في العمل قالت لها صاحبه العمل كتبقى تسول عليك بزاف، كتبقى تقولي امتى خرجات وامتى دخلات. منار بدات خدامه، في واحد اللحظه بدات كتحس بالتعب وهي تفقد الوعي وطيحت حتى داك المصلوح تكسر. كلشي تجمع على منار، بقاو كيقولوا لها اشنو وقع ليك. من بعد منار بداو كيفيقوا فيها وفاقت. قالوا لها واش نديوك للمستشفى وهي تقول لهم لا. الصديقه ديالها في العمل قالت لها حنا كيعطيونا ساعه في العمل وتنتي كتمشي للمطعم باش تخدمي عوض ما ترتاحي. قالت لها حاولي انك ترحمي نفسك شويه. من بعد جات صاحبه العمل وقالت لمنار اكيد انت اللي كسرتي هاد المكوات. منار قالت لها غير سمحي ليا. قالت لها فاش غادي يفيدني هاد الكلام. قالت لها بما انك خدامه عندنا اذا غادي تخلصيها من السالير ديالك. منار بقى فيها الحال وبقات غير كتبكي. الصديقه ديالها عنقتها. منار قالت لها كيفاش غادي نقدر نخلص هذه حتى هي. وفي المدرسه كلشي بقى كيشوف في الحذاء ديال الجيهان اللي كان مقطع. قالت للصديقه ديالها مزيان مني خبرتيني. الصديقه ديالها قالت لها غدا تقدري تجيبي واحد اخر. مهم جيهان بقى فيها الحال بزاف. من بعد الاولاد خرجهم موسى وكانوا معاه حتى الاولاد ديال منار وصلت عنده. قالت لي انا متاسفه بزاف حيت تعطلت. قال لها ماشي مشكل. من بعد سولات الابن ديالها فاروق قالت لي واش مازال الرجل ديالك كتألمك. قال لها لا. موسى قال لها اشنو وقع ليه، وهي تقول له هو طاح وتجرح في الارجل ديالو. بقى كيشوف فيها كيفاش كتسول جيهان ومحمود كيفاش دوزوا النهار ديالهم وكيفاش كتهتم بالاولاد ديالها. من بعد كانوا غادي للحديقه باش الاولاد يندمجوا مع الابن ديال موسى وكذلك منار وهما في الحديقه بقاو كيتكلموا على الزوجه ديالو والمشاكل اللي كيدوز معها. موسى قال لها انا كنبغي الزوجه ديالي بزاف وكنتمنى اننا نرجعوا كيف ما كنا. وفي نفس الوقت غادي يبين لنا الزوجه ديالو في الحديقه ديال المستشفى، وجا عندها الصديق ديالها ولا الحبيب ديالها السابق. سولها على الزواج ديالها واش هي فرحانه فيه. من بعد سولها شنو المجال ديال العمل ديال الزوج ديالها، وهي تقول ليه هو راه موظف واحد المديريه. قال لها علاش قبلتي بواحد موظف. قالت ليه انت اشنو دخلك. قال لها انت مازال عصبيه كيف ما كنتي، ولكن انا غير تفاجات انه موظف. قالت لي الزوج ديالي مزيان بزاف ماشي بحال الحبيب ديالي القديم، بقى كيقول لي انه كيبغيني وفي الاخير خانني وخلاني غير بوحدي. قالت ليه من بعد ولا دكتور مشهور ولكن الحركات ديالو بقاو هما نفسهم بعد ما زاد فيه. الصديق ديالها قال لها ولكن انا عمرني ما خنتك. قالت لي انا ثقه في الكلام ديالي ولكن هادشي ما بقاش كيهمني حيت نسيتك ونسيت هاد القصه ودابا بسلامه. ومنار قالت لموسى من الاحسن تمشي وتكلم مع الزوجه ديالك وتخبرها بالاحاسيس ديالك، يمكن هادشي يغير ليها الراي ديالها. من بعد الابن ديال موسى جا حداهم قال ليها عندي الوجع في البطن ديالي. منار قالت ليه شوف واش الحراره ديالو مرتفعه. موسى قال لها لا. من بعد منار قلبت البطن ديالو لقاتو متحجر. قالت لي امتى اخر مره دخلتي للحمام. قال لها ما عقلتش. المهم الابن ديال موسى ما كيقدرش يمشي للحمام، هادشي علاش عنده وجع في البطن ديالو. موسى بغى ياخذو الحمام ديال الحديقه ولكن هو ما بغاش. من بعد خداتو منار للمنزل ديالها وقالت لموسى انا غادي نرسل لك الموقع وتقدر تجي تاخذو. من بعد جيهان وكذلك فاروق بقاو جالسين عند الحمام وكينتظروا في بورا ابن ديال موسى باش تخرجوا الام ديالهم. وفاش خرجوا فاروق قال ليه واش مازال كتوجع في البطن ديالك، وهو يقول ليه لا. فرحوا ليه. من بعد بداو كيلعبوا بالالعاب. الابن ديال موسى قال لفاروق واش عندك غير هاد الالعاب، وهو يقول ليه هادشي اللي عندي. الابن ديال موسى عنده بزاف ديال الالعاب ولكن محتاج الحنان ديال الام ديالو. وموسى غادي نشوفوه كان جاي الحي اللي فيه منار وشاف بان هذاك الحي ماشي حي اللي عادي. في واحد اللحظه ابن ديال موسى الصوت ديال الباب كان كيظن بانها الام ديالو، ولكن فاش شاف الاب ديالو تقلق. الاب ديالو قال ليه يلا لبس الملابس ديالك غادي نمشيو. موسى سول منار قال لها واش دخل الحمام وهي تقول ليه الابن ديالو قبل ما يمشي عنق منار، وموسى بقى غير كيشوف فيه حيت هو محتاج الحنان ديال الام ديالو. وجيهان سولات الام ديالها قالت لها انت وعدتيني انك غادي تجيبي لي حذاء جديد. في ديك اللحظه منار تذكرات فاش فقدت الوعي في العمل وكسرات هذيك المكوات. قالت الابنه ديالها حتى الشهر الاخر وغادي نجيبو ليك تقدري تصبري، وهي تقول لها جيهان بقات كتشوف في الحذاء ديالها اللي كان مقطع. من بعد قررت انها تصلحه
وخديجه بين هنا دخلت المكان ديال العمل ديال الزوج ديالها عمر، وبدات كتكلم مع هذيك المونيكا اللي ملبسها. قالت لها الا شفتي عمر اليوم خبريه انني مازال كنبغيه بزاف كيف ما من قبل. وهو كان كيتصنت ليها وفرحان بزاف. وجيهان كانت داخل الحمام، الام ديالها دقات عليها قالت لها واش انت بخير؟ قالت لها البطن ديالي كيقلبني. قالت لها واش بغيتي نساعدك؟ وهي تقول لها لا. جيهان كانت داخله للحمام وكتصلح في الحذاء ديالها، صبغاتو ورجعاتو حذاء جديد. وموسى غادي نشوفوه خدا الابن ديالو الغرفه ديالو وغطاه، من بعد رجع عند الزوجه ديالو اللي كانت جالسه اولا بالاحرى كانت ناعسه. بدا كيحكي ليها اشنو وقع للابن ديالهم، وهو كيحكي بواحد اللحظه شافها انها ناعسه وما سمعتش الكلام ديالو نهائيا. من بعد حتى هو مشى نعس. وفي الصباح غادي نشوفوا اولاد كانوا غادي للمدرسه. منار قالت الابنه ديالها اش هاد الحذاء، وهي تقول لها هذا الحذاء ديالي القديم انا لونته ولا كيبان جديد. منار قالت لها انا كنت كنظن بانه حذاء جديد. المهم جيهان فرحات بزاف، مشات للمدرسه وخلات الصديقه ديالها انها تشوف الحذاء ديالها. اول ما انتبهتش ليها ولكن طيحات شي حاجه باش تنتبه للحذاء ديالها. المهم الصديقه ديالها اولا الزميله ديالها في المدرسه قالت لها الحذاء ديالك زوين واش هذا جديد؟ وهي تقول لهم جديد. جيهان قالت لهم انا شريته البارح هذا الحذاء. كلشي فرح ليها. ومنار بدات كتشكل الصديقه ديالها في العمل انها باغيه تشري الحذاء للابنه ديالها. قالت ليه انا بهذاك العمل ديالي في المطعم قلت غادي نشري الابنه ديالي حذاء جديد، ولكن البارح فاش فقدت الوعي طيحت هذيك الميكوات اللي ياخذوا لي الصالير ديالي، ما عرفتش اشنو غادي ندير. المهم الصديقه ديالها بقى فيها الحال بزاف وهي اللي مكلفه بهم في العمل. صاحبه المعمل بدات كتبكي على هذيك البنت يعني اللي مكلفه بالعمال لان الزوج ديالها كيخونها. قالت لها اكيد هو غادي يتخلى عليا. قالت لي هذاك الشيء اللي درتي ليا هذيك المره ما نفع معاه بوالو. المهم صاحبه المعمل كتامن بالخرافات وطلبت من هذيك البنت باش تساعدها. وفي نفس الوقت البنت كانت ذكيه، قالت لها ما نقدر ندير حتى شي حاجه حيت انا بقات فيا منار. المهم استغلاتها وخلاتها تسامح المنار وما غادي تقطع عليها حتى شي حاجه من الصالير ديالها. بالدور ديالها قالت لها غادي نساعدك. المهم الزوج ديال صاحبه المعمل كيخونها. هذيك البنت مكلفه بالعمال مشات هضرات مع الزوج ديالها قالت لي ما تبقاش تتصل بيا، الزوجه ديالك راه حكات لي كلشي وهي راها غادي تراقبك. المهم قالت لي داكشي اللي خصو يدير. صاحبه المعمل عيطات لمنار قالت لها اجي معايا. وخديجه غادي نشوفوها مع عمر كانوا كيشربوا القهوه في المنزل ديالهم. قال لها انا سمعت البارح الكلام ديالك. قال لها شكرا ليك انتي ما فرطتيش فيا ومازال كتبغيني وما فرطتيش حتى في الابنه ديالك والاولاد ديالها. ابقوا فيك انهم يدوشوا بالماء البارد. هادشي علاش مشيتي وشريتي لهم السخان ديال الماء باش يدفاو. قال لها علاش ما خبرتينيش انك درتي هادشي؟ خديجه قالت لي صافي بركه منار 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 انا راني مليت منها ومن الاولاد ديالها ما بقيتش بغيتهم يدخلوا للمنزل ديالي مره اخرى. قال لها الزوج ديال الابنه ديالك مات وخلاهم وهما بقاو يتامى. قالت لي على ان الزوج كتكلم ما تبقاش تجبديه ليا ما تبقاش تجبد ليا هذاك الحقير. قال لها وشنو الذنب ديال الاولاد ديالو؟ خديجه قالت لي وشيرين شنو هو الذنب ديالها؟ قال لها هي غادي تقلق يومين من بعد غادي تولف. قالت لي العائله ديالنا متكونه من 3 ديال الاشخاص فقط، الا كنتي كتبغيهم لهالدرجه سير عيش معاهم ولا بغيتي تعيش معنا ما تكلمش في هذا الموضوع. عمر بقى غير كيشوف فيها. ومنار غادي نشوفوها خرجت من عند المديره اولا صاحبه المعمل وكانت فرحانه. السيده اللي مكلفه بهم في المعمل قالت لها اشنو وقع. ومنار عنقتها قالت لها انت اكيد اللي درتي هذا الشيء ياك؟ قالت لها ما عرفتش كيفاش غادي نشكرك على هذا الشيء اللي درتي. المهم منار كانت فرحانه بزاف من بعد مشات عند الاولاد ديالها للمدرسه وعنقاتهم. من بعد غادي نشوفوا عارف غادي بقى يشوف في منار من بعيد حيت ولات كتعجبو، بقى كيراقب فيها وكيبتسم. منار لاحظت هادشي من بعد مشات. منار جات عند الاولاد ديالها المنزل قالت لهم انا حضرت لكم واحد المفاجاه. المهم جابت الاكله المفضله عند فاروق وكذلك جابت هديه ابنه ديالها جيهان واللي عباره عن حذاء. جيهان كانت فرحانه بزاف بالحذاء ديالها الجديد. المهم جيهان كانت فرحانه بزاف. وموسى جا عندها وجاب الابن ديالو وطلب منها باش تدخلوا الحمام مره اخرى. الابن ديالو قال ليه ما بغيتش ندخل الحمام. المهم منار دخلته. الاولاد كانوا فرحانين على قبله وكذلك موسى شكر منار. من بعد موسى مشى هو والابن ديالو. منار حطات الكيك وخدات اصغر قطعه. قالت الاولاد انا تذكرت الام ديالي فاش كانت كتحضر لنا الكيك كانت كتاخذ اصغر قطعه وما كناش فاهمين علاش. من بعد بقات كتشوف في السخان. قالت الاولاد اشنو رايكم ناخذوا الكيك ونمشيو عند الجده ديالكم وبهذه الطريقه غادي نشكروها على قبل السخان. الاولاد فرحوا بزاف وكانت ديال النهايه ديال الحلقه. كنتمنى ان هذا الاعجاب ديالكم والى فيديو لاحق ان شاء الله.